تعال نشوف كده فلتر البنزين ده. بتفك فلتر البنزين لقيته منزل سواد. طب المشكله كده في الفلتر ونغيره وخلاص؟ لا، المشكله كده عندنا في الفلتر والبنزين. انا مش طالع احط لك فلترين بنزين جنب بعض واقول لك ازاي تعرف الفرق بين الاصلي والمضروب. طالع اقول لك معلومه اهم، لان اللي بيضربوا قطع الغيار كل يوم بيطوروا انهم يخلي الاصلي والمضروب نفس الشكل. الفرق هتلاقيه في الخامه الداخليه بتاعه الفلتر نفسه. الفلتر الاصلي او الماركات المحترمه يكون مصمم انه يمنع الشوائب، بيوصل بنزين نضيف الرشاشات والبقيه الدايره. لكن لما تلاقي الفلتر بينزل السواد ده كله، اعرف ان البنزين اللي بتحطه مليان رواسب وشوائب، وغالبا الاوكتان بتاعه قليل. البنزين السيء بيأثر على الفلتر، بيخليه يعمل السواد ده بسرعه، والفلتر المضروب يعدي الشوائب دي وبيبوظ الرشاشات، الترومبه، علبه البيئه، وتدخل في دايره كبيره جدا. طب ايه المعلومه الجديده اللي انت جاي تضيفها؟ يعني السواد ده مش المفروض تشوفه كتير في الفلتر اصلا، ولو شفته يبقى يا البنزين تعبان، يا تجرب تغير لمحطة تانية وتحط بنزين اوكتانه اعلى شوية. يعني لو بتحط 92 حط 95. يا اما الفلتر نفسه مضروب ومش قادر يصفي كويس، او عمره الافتراضي انتهى. طب والفلتر الاصلي بيعيش لوقت اطول وبيفلتر فعلا، اما التقليد شكله شبهه شوية، لكن الاختلاف كله الخامة الداخلية. لو عايز تشتري دماغك، فلتر بنزين اصلي مع بنزين نضيف يساوي عربيه سحبها كويس جدا ورشاشات ما فيهاش اي مشكله. وما تبصش للسعر، بس على اللي هيحمي عربيتك. وموضوع قطعه الغيار، الفكره كلها انك تشتري من مكان موثوق. ودي كانت نصيحه المش مهندس، واستناني في فيديوهات جايه اقول لك ايه فايده تنظيف دوره البنزين. واظن ان عمو كريم فاهمك كويس مين اللي بيشتغل الناس ومين اللي مش فاهم. والله هموت واقول، والله هموت واقول، ودي صفحتي. مش هقولها.